تيفلت مدينة صغيرة بين الرباط وفاس، لكنها كلها طاقات كبيرة. فيها شباب كيحلموا كيآمنوا وباغيين يبدلوا الواقع. قبل 10 سنين ما كانش عندنا المقر، ما كانش تمويل، ما كانش جمعية أصلا. كان غير منشور بسيط في الفيسبوك، نداء من شاب كيقول فيه يلا نعاونوا الناس اللي محتاجين. نداء من القلب جاوبوا عليه شباب من تيفلت ومن خارج تيفلت. بزاف منهم خرجوا من المدينة باش يقراو يتعلموا ويسافروا، لكن قرروا جميع حاليا ان تيفلت الشباب ديالها اخيرا جمع وباقي غادي يزيد يرجعوا باش يعطيو من وقتهم، من طاقتهم، من تجربتهم، وخصوصا من حبهم والتزامهم من اجل هذه المدينه. وتخلقات في هذه اللحظه البسيطه شبكه الرواد شباب تيفلت يونغ ليدرز نتورك. الفكره ولات واقع والحلم ولا مسار. اول خطوه كانت حملت من حقي نقرا باش يوصلوا المحافظ للتلاميذ من اسر محدوده الدخل، باش الفقر ما يبقاش عذر يخلي الطفل يوقف قرايته. ومن ثم فهمنا ان التطوع ماشي صدفه، هو اسلوب حياه ومسؤوليه تجاه المجتمع. نشاط من بعد الاخر، تجربه من بعد اخرى، اخطاء، نجاحات، تحديات، لكن حاجه وحده بقات ثابته: الإيمان بلا التغيير كيبدا منا حنا اليوم. واليوم بعد 10 سنين أكثر من 50,000 مستفيد ومستفيدة من أنشطة ديالنا. أكثر من 600 شاب وشابة تخرجوا من برامجنا لتقوية قدرات الشباب. أكثر من 100 شراكة ناجحة. أكثر من عشرات الحملات الترافعية اللي أثرت على المدينة والمحيط ديالها. وأكثر من 500 نشاط في تيفلت حتى في القرى ديال الأطلس. ولكن هذا الشيء كامل ما كيتقاش غير بالارقام. الحكايه فيها مجموعه الوجوه، فيها نظره للمجتمع، في التغيير اللي كنشوفوه قدامنا، في التلميذ اللي في الاطلس ولا كيمشي كيقرا في ظروف مزيانه من بعد ما شبكه رواد الشباب ساهمت في اعاده هيكله ديال المدرسه ديالو، في الشابه اللي ولات كتاخذ الكلمه لاول مره وقدمت مقترحات قدام مسؤولين، في الطالب اللي ما لقاش طريقه في الاول واللي من بعد ملتقى التوجيه لقى فكره جديده على المستقبل ديالو. تيفلت يونغ ليدرز نتورك ما بقاتش فقط جمعيه، ولات عائله كبيره كيتجمع فيها طالب، الاستاذ، الفنان، الصيدلي، المحامي، الطبيب، وكل فئات المجتمع. عائله كيجمعها هدف مشترك ان الشباب ماشي مشكل، الشباب هو الحل. خدمنا على ملفات بيئيه، دافعنا على قضايا محليه من حي الرشاد حتى للقريعات، وترافعنا على تمثيليه النساء وعلى الشفافيه في المجالس المنتخبه. كنا صوت للناس اللي ما كيوصلش الصوت ديالهم، وكنا دائما مقتنعين ان صوت الشباب خاصو يتخذ بعين الاعتبار. اليوم الرواد الشباب كيأثروا، كيشاركوا، كيسمعوا صوتهم، وكيصيغوا مقترحات ديال سياسات عموميه، كيخدموا بلا مقابل غير حبا في مدينه تيفلت وحب في الوطن. 10 سنوات ديال الحلم، ديال الخدمة وديال الإصرار، من نداء بسيط ولات حركة شبابية وطنية مؤمنة بأن المشاركة ممكنة، الترافع ضروري، والتغيير مسؤولية الجميع. لكن القصة ما سالتش. العكس، دابا غادي تبدا صفحه جديده، صفحه غادي يكتبوها جيل جديد من الرواد، جيل كيحلم، كيتعلم، كيبني بادوات جديده، بتفكير جديد، وبنفس النيه الصافيه. المستقبل ديال تيفلت غادي يكون في يد شبابها، والمستقبل ديال المغرب غادي يتشكل بافكارهم وترافعهم وخدمتهم للمجتمع. تيفلت يونغ ليدرز نتورك 10 سنوات من العمل الجماعي، من الايمان، من المصداقيه، وغادي نكملوا باش نبنيو مغرب كيحلم وكيحقق الاحلام.